اليوم رح أعمل معاكم كباب الدجاج بطريقة احترافية. مستحيل بعد هالفيديو تفكروا تجيبوه جاهز من السوق بطريقة جدا بسيطة. صلوا على الرسول حبايبي، خلونا نبلش مع بعض. أول شي رح نسمي بالله، وهنا عندي كيلو من صدور الدجاج، معاهم ربع كيلو من دهنة الخروف. تمام، بمكينة الكبة رح أطحنه، وإذا عندكم محضرة طعام شاطرة حتى يمشي الحال. والدهنة يفضل تكون باردة لما تطحنوها مشان ما تعذبكم. وبالنسبة للخضار، حبتين بصل، حبة فلفلة خضرة وحمرة، وثلاث أسنان من الثوم. رح أطحنهم، رح أحط تحتهم مصفاية. رح أصفيهم حل زين من المي مشان ما يفرط عندي الكباب. وبالنسبة للمي تبعهم رح أحتفظ بيها لأنه بدي إياها. رح أنزلهم فوق الدجاج وأضيف معلقة دبس بندورة. وبالنسبة للبهارات، معلقة أكل من الملح، نص معلقة بابريكا مدخنة، ربع معلقة نكهة المدخن، نص معلقة فلفل أبيض وزنجبيل، كزبرة يابسة وهيل. وبالنسبة لنكهة المدخن ممكن تستغنوا عنها. رح أضيف برش ليمونة ومعلقة أكل من الطحين، وأبلش أدعكهم ببعض. طبعا أهم شي لا تنسوا البقدونس، تقريبا رح أضيف نصف جرزة. ندعكهم ببعض لتندمج المكونات وتشبك عندي اللحمة ببعضها. رح أسكر عليه وأدخله على الفريزر لحتى يبرد عندي الدجاج. لما بدنا نشتغل بيه لازم يكون بارد. وهون رح أنقع أعواد الخشب قبل بربع ساعة مشان ما تحترق معانا بالفرن. وهون رح أخلي جنبي زبدية مي باردة، رح أبل إيدي بيها ورح أخذ قطعة من اللحم وأعملها على شكل كرة. تمام، بعدين رح أبلش أشبكها على السيخ. أهم شي تكونوا باتجاه واحد، من تحت لفوق أو من فوق لتحت، حتى ما يعبي معاكم هواء ويفرط. الصينية صارت جاهزة والفرن محمى مسبقا، درجة حرارة 250 شغال من فوق ومن تحت. أول شي رح أحطها بالرف اللي تحت ونحضر الصلصة. المية اللي طلعة من الخضار رح أضيف له معلقة دبس فليفلة، معلقة دبس رمان، وشوي من عصير الليمون. صار معانا جاهز. قبل ما ارفعه على الرف يلي فوق رح اطلعه من الفرن، ادهنه بالصلصة يلي حضرناها، ورح ارجعه على الرف يلي فوق مع المراقبة. بسم الله ما شاء الله، هاي النتيجة. رح اجيب رغيف الخبز ورح امسحه بالصينية بكل الدسم يلي طلع بيها، ورح نحضر اطيب سندويشة بالكباب. طبعا انا بالنسبة لي اهم شي الخضار المشوية، البندورة والفلفل الحادة، البصل المشوي، البيواز. بس والله جربوه واكتبوا لي رأيكم. اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاعجاب والمتابعة. بالعافية يا رب.